الحوت. مين منكم الحوت؟ يرفع ايده. الحوت اللي هو برج مائي، برج يسرح له، يمتاز هو بالحاسه السادسه، اذكي برشا، قيادي على الاخر، عنده كي يتنرفز ما عادش يكونترولي روحه بالكل، يشبه برشا للطور كي يتنرفز، عنده رده فعل وما يتراجعش، المشكل هو ما يتراجعش وما يطلبش استسلام. نعم، لا تراجع ولا استسلام. فوالا، ما يتراجعش وما يطلبش السماح، حتى كي يطلب السماح يطلبها بطريقه غير مباشره من غير ما يقول سامحني، اما يصلح الوضع الكل. يحب السكيت زاده، يوصل بطريقته باسلوبه بكاركتيره مش بالكلام. برج من الابراج المحظوظه بالحق، خاصه الفتره اللي فاتت، فما برشا حاجات للحوت. بورتون هو برج مائي، يقولوا اذا كان يخرج من البرج الحوت يخرج من الماء يموت، سي با فغي. عنده برشا صفر، عنده برشا نجاح، عنده برشا تالق. المرحله الصعيبه اتعدت تيرميني، خاصه الشهر الاولانيين نتاع العام، تو قاعد يشوف الدنيا بوضوح اكثر. دونك ماشي في ثنيه ياسر حلوه، يوسع باله قد ما ينجم، اي سورتو ما يردش الفعل في الوقت اللي لازم يرد الفعل، لازم يتمسك اعصابه شويه وما ياخذش القرارات بزربه، ما يزربش. لو كان ينحي الزربه، لو كان ينحي رد الفعل، ينجح قيادي في كل شيء، اي سورتو كي تبع الاحساس نتاعو، خاطر برج مائي والابراج المائيه الكل عندهم الحاسه السادسه وعندهم بروتكسيون دو ديو، معناها عندهم حمايه من عند ربي، اللي مهما يتعبوا على دغنيغ مينوت يوصلوا اللي يحبوا عليه بطريقتهم الخاصه. وتفضلوا خيرا تجدوا، وان شاء الله الامر الكل صباح. شكرا ليك يا مدام ليليا، ان شاء الله الناس الكل الزهر يكون معاهم. بس مداخله ندى على الحظ. في اخر مقال كتبته قلت بان الحظ صدفه، اما النجاح فهو رساله تحدي وتصميم واراده. هنا منشئت بحكي للجميع بان الجاذبيه في الفرح والحزن، جاذبيه انت تجذب ذلك، فشغل جاذبيه الفرح اكثر من جاذبيه الحزن، هي الطاقه الايجابيه. دوما اقول في كل صباح شغل الطاقه الايجابيه وحياتك من صنع افكارك. شكرا. يلا شغلوا الطاقه الايجابيه، ما زلنا متواصلين معاكم الى حدود الساعه.